السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عملت لكم فيديو بسيط كده. فيديو بصوا اختصرته بطريقه يعني مش قادره اقول لكم عشان يبقى خفيف كده على قلوبكم كده، واتمنى ان انتوا تتشجعوا وتعملوا زي ما انا عملت كده النهارده. بصوا جبت لفت كده بقى، قلت ايه اخلله، قلت انضفه كده معاكم. بصوا احنا من عشاق اما بيكون في لفت يعني او موسمه، من عشاق وما بنقدرش نستغنى عنه. إيه يا دوبك اول ما يخلص اكون جايبه غيره زي ما انتوا شايفين كده. يمكن انا نزلته كذا مره على في فيديوهاتي. وتخليله هي نفس الطريقه، سهل جدا وما بياخدش اي حاجه. بس انا المره دي بقى قلت اعمل العروق الخضراء دي، بقى طعمها جميل جدا. كنت الاول برميها، بس بعد كده بقى بدات اعملها يعني. بس ما بحس ان هي لسه صابحه معايا، او خضرها كده باين كده ومورده زي ما انتم شايفين كده. قطعت اللفت بقى تقطيعه حلوه كده زي ما انتم شايفين، نقعته في ميه. بعد كده غسلته غسله كويسه جدا لغايه ما الميه زي ما انتم شايفين كده بقت شفافه خالص. قلت بقى ايه اخلله معاكم بخلله على طول في ساعتها، بنقعه بس 10 دقايق في الميه. طبعا هنا جبت رتل من الميه، او رتل وحاجه بسيطه كده، ونزلت عليه ب4 معالق من الملح، ونزلت عليه بقرن شطه مدقوق كده في الهون، وحته بنجر من الفريزر. وانتوا عارفين ان انا بخزن البنجر في الفريزر. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا قلبت بقى البنجر والفلفل الاحمر. ممكن تستغني عن البنجر لو الفلفل الاحمر عندك، حتى مثلا قرنين 3. حسيت ان الميه احمرت، بيحمر بيخلي اللفت بامبا. بس انا ايه ادام عندي البنجر قلت احط حته صغيره كده، والله ما كملت ربع واحده بنجر. طبعا ورصيت اللفت ونزلت عليه بقى بالميه اللي هي بالملح، ولا حطيت توم بقى المره دي ولا سكر ولا اي حاجه. صراحه لما بكون بحط سكر ببقى يعني ايه بحس ان هو مثلا مش هيتاكل دلوقتي، بسيبه كمضه حافظه ليه. بس انا بقى عارفه ان هو هيتاكل على طول، حطيت له السكر. ده اللفت المخلل، اتمنى ان انتوا تجربوه. صلوا على النبي بقى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا من قبل ما يتخلل تحس ان الميه بقت وردي كده، ولسه بقى البامبا اللفت اسفه هيحمر كده ويبقى لونه جميل جدا جدا. طعمه بقى ما اقولكوش. تعالوا بقى نبينا على الحاجه التانية. وهنا بقى قلت اجيب شويه فراوله كده اخزنهم عشان رمضان. طبعا انا غسلتهم بصوا كذا غسله في قلب الحوض. وطبعا غسله الحوض ده بصوا غسيل مش قادره اقول لكم. رميت بقى الفراوله في قلبي، وانا من الناس اللي ممكن اشيل الورده اللي على الفراوله واغسلهم واحطهم في طبق بعد كده اقطعهم. بس انا قلت بما ان الميه بقى وانا الميه شغاله كده على طول سريع هقطعهم زي ما انتم شايفين. واغسلهم غسله حلوه برده وانا على الحوض، مع ان انا منزله الرمله بتاعتهم كلها كان على الورده بس تتشال وتتقطع. وقلت بقى كيسهم عشان ارميهم في الفريزر عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اليومين دول التفريزات هجيب شويه برتقان على جزر كده وفرزيهم ان شاء الله هنزله لكم برده. اي تفريزات عندك، اي حاجه حاسه ان هي في السوق او تحتاجيها عصير عشان رمضان، هاتي لو بكميات قليله وفرزي عشان رمضان. تقومي من النوم تلاقي حاجتك جاهزه على طول ان انت تضربيها في الخلاط على طول، او تحليها وتتشرب على طول. طبعا دي فيديوهات التفريزات. طبعا عملت معاكم السنه اللي فاتت كل التفريزات العصاير. ان شاء الله السنه دي هنزل لكم برده. احنا لسه قدامنا شهر على رمضان. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل امه محمد طيبه وبخير. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده الخفيف ده يكون عجبكم. متنسونيش بقى باللايك وبالشير وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والسلام عليكم.